سيداتي سادتي أعزائي المشاهدين، ألف مرحبا ومرحبا بكم من جديد في قناتكم أفضل، قناة اللي مختصة في مجال العقار. ومعكم طارق اللي كيكد وكيتعب باش أنه يجيب لكم أحسن وأجود العروض العقارية كما هو الشأن. اليوم جيب لكم واحد العقار اللي كيتباع بالفراش ديالو ومازال في الميكا ديالو كما كتشوفوا معايا دابا. عقار اللي هو صغير، مساحة اللي هي متوسطة ومقدور عليها، وكل شيء مازال جديد كما كتشاهدوا معايا، بصالون مازال نقي، مازال بالميكا ديالو، مازال عمرو تستعمل. شقه بواحد الواجهه اللي هي جنوبيه، شقه اللي مشمشه مزيان، لا كنضطروا باش اننا نبت الريدويات الا من اجل الاضاءه. اما بالنسبه للثمن ديالها فهي كتباع بالفراش ديالها بواحد الثمن ديال 320 الف درهم. نعم، ب 32 مليون ممكن تدي هذا العقار اللي كنقوم بالتصوير ديالو دابا، وغادي تشاهدوه معايا واحد واحد وكل حاجه وكيفاش جات. اذا كنقول لكم اعزائي المشاهدين ما تنساونيش بالضغط على زر ديال الاعجاب والاشتراك حتى يتسنى لكم الوصول والولوج الى جميع العروض العقاريه اللي كتحط لكم افير. وتنتوما الا كان عندكم شي عقار وبغيتوه تحطوه في البيع، فانا رهن الخدمه ورهن الاشاره ديالكم. ممكن الاتصال او التواصل معي ونجي نشوف العقار ديالكم ونقوموا بعمليه التصوير والعمل والكد من اجل البيع ديالو. اذا العقار ديالنا ديال اليوم بالنسبه لاول حاجه عندنا راه كيتواجد في عماره اللي هي ار+2. الباب الرئيسيه ديالو هي هذه. فاش كنحلوا الباب عندنا الدرجات هما هادو ديال العقار. عندنا الباب الرئيسي ديال الدخله هي هذه. الواجهه ديالو كما قلت جات كل هذا العقار هذا راه جا على واجهه اللي هي جنوبيه. اذا كنهضروا على الشميشه، عقار اللي هو مشمش ومشمش مزيان. هنايا في الدخله كنلقاو عندنا الحمام، حمام بلافابو ديالو، طواليت، وعندنا الدوش ديالو جا في هذا المكان اللي جاي مكان بوحديتو. هنايا دوش اللي هو متسع وطالع الزليج ديالو كامل في الحيط. اما بالنسبه كما قلت للثمن ديال هذا العقار وبهذا الفراش ديالو وبالديكورات ديالو اللي كتشوف فيهم كاملين، فالثمن ديالو هو 320 الف درهم، 32 مليون. ولربما يكون هناك شيئا ما من النقاش ومن التفاوض مع اصحاب العقار. اذا غادي نمروا وغادي نشوفوا الغرف غرفه بغرفه. بالنسبه للمدينه اللي كنتواجد فيها اليوم فهي مدينه مكناس، مدينه العروض العقاريه الرائعه ومدينه العقار والعروض المغريه، لا بالنسبه للثمن لا بالنسبه للمساحه ولا بالنسبه حتى للفراش. فاش كنحطوا العروض والفراش ديالهم فهي كتكون عروض اللي جد منافسه وعروض اللي جد مناسبه كما هو الشأن اليوم. في عقار كما قلت لك كيتواجد في مدينه مكناس، وبالضبط في احدى العمارات الصغيره بحي السلام. ومن لا يعرف حي السلام فهو واحد من اقدم الاحياء بمدينه مكناس. بالنسبه للعقار كيتباع بهذا السجور كذلك كما كتشاهدوه معايا، بالطبيله ديالو، بالفراش ديالو، بالريدوات ديالو والديكورات ديالو كلهم. وبالنسبه كما قلت العقار راه كلشي مازال جديد. شوف معايا حتى الطبله راه مازال جديده، ما مقيوسه، ما حتى شي حاجه. ندوزو كذلك نشوفوا الغرفه الثانيه، نكملوا في الغرف وعاد نزوجوا نشوفوا المطبخ. كذلك بالنسبه لهاد الغرفه حتى هي فكتباع بالاثاث ديالها. بالنسبه لهنا عندنا ناموسيه، عندنا الشوفيات ديالها، وكاين بلاكار هنايا، بلاكار اللي هو كبير. اما بالنسبه للاطلاله فعندنا الاطلاله كتطلع على البالكون ديال المطبخ. بالنسبه للكوافوز كاينه كوافوز اللي هي مازال جديده. بقى دابا اخر شيء هو اللي غادي يكونوا فيه حيتيات، الا وهو المطبخ. كيفاش فيه حيتيات؟ هي ان بالنسبه لهذا المطبخ راه غادي يبقاو فيه لي بلاكار ديالو. اما بالنسبه مثلا بحال دابا الثلاجه ولا ماكينه ديال الصابون فغادي يديوها الناس مالين هاد العقد. وحتى بالنسبه لهنايا بلاكارات مازالين جداد، ماشي طايحين، بلاكارات طايحين ولا مهرسين ولا شي حاجه، فكل حاجه مازال في البليصه ديالها. كنعاودها بالنسبه للعقار ديال اليوم فالثمن ديالو 32 مليون، الثمن ديال ميزه وشقه اللي كتواجد في السكن المتوسط في احدى العمارات الصغيره وبواحد الواجهه اللي ما قدامكش كاع البني، واجهه اللي هي خاويه. يعني اعزائي المشاهدين نتوما الا بغيتوا تحطوا عقار فما عليكم ولا الاتصال ولا التواصل معي. الا بغيتي تجي تشوف هذا العقار عن كتب فممكن الاتصال عفوا والتواصل معي، وانا راهن الخدمه ديالكم. كنقول لكم
دمتم في رعاية الله، والى اللقاء في عروض مقبلة ان شاء الله. مع طارق.